تخيل معايا انك قايم من بكرة الصبح مقرر انك هتبدأ دايت ومتحمس جدا، وفجأة تلاقي نفسك بالليل قاعد قدام البيتزا وتقول لنفسك: هو انا ليه بوظت الدنيا؟ ازاي عملت كده؟ الغريب ان ده مش ضعف إرادة خالص، ده شغل مخك على نفسه. العلماء بيقولوا ان جوه دماغك في اتنين بيتخانقوا طول الوقت. واحد اسمه العقل الواعي، وده اللي بيخطط ويقولك لا احنا هنلتزم. والتاني اسمه العقل اللاواعي، وده اللي بيشتغل بالعادة والمشاعر الفورية. ولما الاتنين بيدخلوا في مواجهة مع بعض، اللاوعي بيكسب 80% من الحالات والمواجهات بينهم وبين بعض. ليه بقى؟ لأن اللاوعي مسؤول عن حاجات زي البقاء والمتعة وتجنب الألم، وده بيشتغل اوتوماتيك من غير ما تحس، زي واحد ماسك ريموت كنترول للعربية اللي انت فيها وانت مش واخد بالك. تخيل معايا كده، في تجربة شهيرة اتعملت سنة 1983 بتوضح الموضوع ده. حطوا الناس على أجهزة لقياس المخ وطلبوا منهم يضغطوا على زرار قدامهم في أي وقت هم اللي يقرروا أو يختاروا فيه. المفاجأة إن جهاز المخ رصد إشارات القرار قبل ما الشخص نفسه يحس إنه قرر بنص ثانية. يعني مخك بيقرر الأول وإنت بتحس إنك قررت بعده. ده بيشرح ليه ساعات بتلاقي نفسك بتعمل عكس اللي انت مخطط له، لأن القرار الحقيقي بيتاخد في اللاوعي، والوعي بيجي بعده يبرر بس. طب يا ترى ايه الحل؟ واحد، غير البيئة اللي انت فيها، شيل اي حاجة تغريك حواليك لما تيجي تبدأ شيء جديد. ورقم 2، كون العادات الصغيرة، لأن العادات أقوى من الإرادة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ابدأ بأقل شيء، ما ترهقش نفسك في البداية. ورقم 3، اربط الفعل بهدف أكبر. مخك بيحب المعنى مش الأوامر. والمرة اللي جاية لما تلاقي نفسك بتعمل حاجة عكس اللي انت مخطط له، افتكر ان المعركة مش بينك وبين نفسك، ده بين اتنين جواك. والسؤال هو انت هتعرف تدرب مين فيهم اكتر عشان تكسب في المرة القادمة.